أوعدك إن الفيديو ده هيخليك تتحدث باللغة الإنجليزية مهما كان مستواك. هتقدر تعمل بيه مئات بل آلاف الجمل، مئات بل آلاف الأسئلة. طب تعالى عشان أثبت لك كلامي. بص تعالى معايا، أنا هشرح لك كل أنواع الجمل: جملة المستقبل، الجملة الاستطاعية، جملة التملك، الحقيقة أو العادة، الأمر والنهي، الجملة الوصفية، جملة الإلزام. مفيش جمل تانية تعتبر في اللغة الإنجليزية. بس كده لا، ده أنا هخليك إزاي تنفيها، إزاي تحولها سؤال لهل، وإزاي تحولها لسؤال لأداة استفهام. انت ناقصك ايه تاني؟ هو التحدث باللغه الانجليزيه عباره عن ايه؟ سؤال وجواب، الاف الجمل هتعملها، الاف الاسئله هتعملها. انت محتاج حاجه تاني؟ تابعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، متابعي قناه المهندس كامل التعليميه في كل مكان. اهلا بيكم مع فيديو جديد من اقوى الفيديوهات اللي الناس بتحبها وبتخلي الناس تتحدث باللغه الانجليزيه بسرعه جدا مهما كان مستواهم. انا في الكورسات الاونلاين معايا في ناس بتطلب المحادثه، بس شيء طبيعي، في قواعد لازم ياخدها. فهو بيقول لك انا عايز برضو محادثات. الفيديو اللي بيسعفني او الفيديو اللي بيخليني فعلا طول ما ماشي مع القواعد واقدر اقلب نص المحاضره محادثات، الفيديو اللي من النوعيه دي، ان انا بديله كل انواع الجمل، ازاي يعرف ينفيها، ازاي يحولها اسئله. فبالتالي لما بتجيلي اي محادثه، يعني الكلام ده كله بيتقال في فيديو او يتقال في محاضره او اقل من محاضره. فانا دلوقتي لما اجي مثلا خدنا نص المحاضره قواعد، النص الثاني لما اجي ناخد محادثات يلاقي الفعل مثلا كان، ويل، هاف، هاز، نقول له دي سؤال ليه؟ علشان حصل كذا كذا. ما انا شرحت له كل القصه دي في فيديو او شرحتها في محاضره. فبالتالي بيستفاد بسهوله ويفهم المحادثات بسهوله، وفي نفس الوقت بياخد القواعد بسهوله، فيركبهم مع بعض فتديله دماغ في اللغه الانجليزيه جامده قوي. لدرجه ان انا معايا قبل كده اتكلمت عن ناس معايا اونلاين في اقل من شهر وصل مستواهم لبي 2 باختبارات في اكاديميات معينه. يعني الموضوع يا اخوانا مش هزار، ولا هو مجرد كلام علشان نعمل بيه مشاهدات. يعني الارزاق بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن والله انا عايز اثبت لكم ان اللغه الانجليزيه من ابسط اللغات ومن اسهل اللغات، وما تعملش لكم مشكله في حياتكم. طيب انا هثبت لك ان الفيديو اللي هو ده يعادل كورس كامل. بعد مشاهدتك للفيديو هتعمل مئات الجمل بل الاف الجمل، مئات الاسئله بل الاف الاسئله، كل حاجه هتعملها بالفيديو ده. الفيديو ده لان اللغه الانجليزيه بسيطه جدا. طب يلا نبدا على بركه الله بعد ما تسمعوني الصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول حاجه خد بالك، التقسيمه ديت الهدف منها ايه؟ الهدف منها ان هي تخليك تفكر لما تيجي تعمل جمله تبقى عندك سرعه في التفكير. يعني ايه جمله المستقبل؟ ان انت هتتكلم عن جمله في المستقبل يبقى تستخدم فعل مساعد يدل على المستقبل اللي هو ويل، وهوريك ازاي تتعمل جمله وتنفيها وتقلبها سؤال. جمله الاستطاعه تستخدم فعل يدل على القدره اللي هو كان، ونشوف الماضي بتاعه. جملة التملك تستخدم فعل يدل على التملك اللي هو هاف أو هاز يملك. جملة الحقيقة أو العادة هعلمها لك. جملة الأمر والنهي ازاي تأمره وتنهيه. جملة وصفية من أقوى الجمل اللي ممكن تزعلك. يعني ازاي؟ انت دلوقتي بتقول احنا قلنا اي جمله في اللغه الانجليزيه لازم ايه؟ هنشوف القاعده هنا، فاعل فعل. طيب لو جمله وصفيه قلت لك مثلا انا علي، انا بصف نفسي ان انا علي، او انا جود، انا جيد، فهنقول له هنا الجمله هنا ضايعه، لان احنا الجمله لازم فاعل وفعل. اي جود انا جيد ده صفه، جيد دي صفه، انا علي ده علي ده اسم. طب هنتعامل مع الجمله الوصفيه والاسميه ازاي؟ ومين اللي هيحل المشكله دي؟ هوريها لك. جمله الالزام يعني يجب خلاص. ازاي؟ هو مفيش تاني جمل. طب انت يا عم اديتنا جمل في الاسئله، ما انا قلت لك اعلمك ازاي تنفيها وازاي تعمل لها سؤال بنوعيه، يعني سؤال هل وسؤال اداه استفهام. طب يلا ركز معايا وكوبايه الشاي جميله وهدي اعصابك، وصدقني الفيديو ده يعادل كورس كامل في تعلم اللغه الانجليزيه. انا بقول لك في 23 يوم اشخاص معايا والله الذي لا اله غيره قدموا في اكاديميات معينه، وصل مستواهم بعد ما كانوا كانوا بيقولوا احنا ما اكتسناش الاختبار ده، وصل مستواهم بكلامهم الى بي 2. فركز معايا قوي، ركز معايا في الفيديو مفيد، وانا والله بحاول اثبت يعني بكل ما اوتيت من قوه ان الفيديوهات ديت تبقى كده ذكرى جميله للواحد، والناس تدعو لنا بالخير، لان كده الارزاق بيد الله. انا بارزق بيك او من غيرك، الارزاق بيد الله سبحانه وتعالى. تحقق مشاهدات ما حققتش مشاهدات، الارزاق بيد الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. بس المهم ان الواحد يسيب اثر طيب وحاجه تفيد الناس، وحاجه فعلا احس ان انا فعلا عملت حاجه كويسه للناس. فيلا ركز معايا ويلا نبدا على بركه الله. اول حاجه جمله المستقبل، الامر بسيط قوي. بص يا باشا، انا عايز اقول مستقبل يبقى فيه سوف.
انا سوف، ما هو مستقبل، انا هعمل، سوف اعمل، انا ساعمل، انا هعمل، ها يعني سوف، اهو، او هو سوف، اقول له هي، اهو الفاعل، طالما فاعل يبقى اي فاعل من السبعه، ما فيش الا هي واللي هي سوف، يبقى هي ويل مثلا سوف يسافر ترافل. بس يا باشا خلص الكلام، مات الكلام. هذا هو سوف يسافر، هذا الفاعل اللي انا بدأت بيه اهو، وده الفعل اللي بيدل على المستقبل حطه، هذا الفعل في المصدر لان فاعل زائد ويل يجي وراه فعل فين؟ في المصدر. حلو. ايه في الجمله؟ اي جمله في اللغه الانجليزيه عشان تتدرب صح لازم تتعلم على نفي الجمله، ازاي تقلبها سؤال بهل، ازاي تقلبها سؤال ب WH، يعني سؤال بأداة استفهام. طيب تعال نشوف. أنفي الجملة الفعل المساعد حط بعديه كلمة نوت، لو عايز تبقى ويل تبقى دي ويل، حط كلمة نوت. خلاص أنا عايز أنفيه، أقول له هو سوف يبقى هو مش سوف، يبقى هي أدا ويل أهي وحط كلمة نوت، هي ويل نوت ترافل، هو مش سوف إيه؟ يسافر. حلو زي الفل، كلام جميل. طيب عايز اعمله سؤال بهل، يعني هل سوف يسافر؟ اوعى تعمل حاجه، هتعمل حاجه. بص الجمله قلنا الفاعل وراه فعل، ادا هي والفعل، خلاص الجمله كده ايه؟ صحيح. عايز تعمله سؤال بهل، هات الفعل المساعد حطه مكان الفاعل، تبقى بص في الفعل المساعد اهو ويل، حط ويل هنا، ويل هي ترافل، حط علامة استفهام. بقى معناها هل سوف يسافر. هتقول لي فين هل؟ ما هو سوف. خلاص طالما بدأت الفعل مساعد، هل دي جت من الهوا، من الهوا، بقى سؤال بمعنى هل، علشان كده حطينا في اخره علامة ايه؟ استفهام. والاجابة عليه يا باشا يا اما يس يا اما ايه؟ نو. خلصت، تكفي. طب عايز اقول له متى سوف يسافر، برضه ابدا بالفعل المساعد اللي هو ويل اهو، بس حط قبلها كلمه ايه؟ اداه استفهام اللي انت عايزها. وين؟ حط وين. اين سوف يسافر؟ حط وير. كيف سوف يسافر؟ حط هاو. وين؟ برضه ابدا بويل هي، وين ويل هي ترافل، زي الفل. حلو. بس هنا بقى طالما بدات بقى استفهام مش هقول له بقى يس او نو، اقول له مثلا ات نايت، بالليل، هيسافر بالليل، قول له جمله ايه؟ مفيده. سؤال. واحد يقول لك استنى انت تاخدنا في دوكه دي يعني كرواتنا كده تاخدنا بسرعه، مش عارف افصلها ازاي، كلمه بمصريه. المهم هي ويل ترافل، هو سوف يسافر. حلو. انفي فين ويل؟ حط بعدها نوت، هي ويل نوت ترافل، فعل المساعد اللي انت كاتبه هنا. طيب هل سوف يسافر؟ ابدا بويل، ويل هي ترافل، يس او نو نجاوب. طيب حطيت اداه استفهام برضه بدات ويل، يبقى متى هل سوف يسافر؟ متى هل يا راجل، في حاجه اسمها متى هل، طالما حطينا اداه استفهام، اداه الاستفهام بتبلع هل، بتاكلها. بس بص السؤال باداه استفهام يبقى هل، مفيش اداه استفهام يبقى هو معناه سؤال هل هو يسافر. حطيت اداه استفهام طرت هل، بقاش في هل، يبقى متى، مفيش هل، متى سوف يسافر. خلاص. طب لو عايز اقول هو كان سوف يسافر، قال لك يا باشا ما فيهاش اي مشكله خالص، ما يقدر ويل تبقى ود. بص اهو يعني ويل ماضيها تبقى ود، يعني هو كان سوف، يبقى ويل قول له هنا ود. نفس النظام. عايز تنفيها هي وود نوت. هل كان هو وود شغال برضه تمشي. طيب وين وود، مع ان وود ده له حوارات كتير بس تمشي، يبقى الماضي هو المضارع بالظبط. طيب تعالى ننقل على جمله الاستطاعه. بص معايا، جمله الاستطاعه لما انا عايز اقول انا اقدر يعني هو يستطيع ان يقرا، فما ساعتها مش هقول هي ويل، طبعا فاعل اي فاعل من السبعه لان مفيش الا هي كان. اقول له مثلا هو يستطيع، بص عشان تعرف ان الانجليزي برضو لغه القاعده الواحده، هي يستطيع بدل ويل نحط كان، نقول له ريد، هو يستطيع ان يقرا. طيب عايز النفي، عايز سؤال هل، عايز سؤال WH. النفي الفعل المساعد اهو اللي احنا مستخدمينه كان او فعل ناقص عادي، الاثنين واحد. هي كان نوت ريد، هو لا يستطيع ان يقرا. انفي نفيت، اعمل سؤال بهل، هنبدل الاماكن، هات كان في الاول، كان هي ريد، هل يستطيع هو يقرا؟ ونجاوب يا بيس يا بنو.
طيب متى يستطيع هو ان يقرا؟ حط هنا وين اداه استفهام، وبرضه يبدا بكان هي. وين كان هي ريد بس. ونقول له مثلا at home، يستطيع ان يقرا بالبيت وليكن يعني، او at the library بالمكتبه. لغه القاعده الواحده. جمله المستقبل بنستخدم will، جمله الاستطاعه بنستخدم كان، وبرضه بيجي وراها فعل فين؟ في المصدر. ده كله فعل فين؟ في المصدر. هو يستطيع he can read، هو لا يستطيع can not read. عايز اعمل سؤال بدل can he read سؤال بهل بأداة استفهام when can he read. طيب عايز اقول هو استطاع، هو الكان هو الكود، الماضي منها كود. بص يا باشا، استطاع نفس القصه، هو استطاع ان يقرا، هو ما استطاعش. هل يستطيع؟ متى استطاع؟ طيب عايز اقول هو استطاع ماضي كان، خليه كود. هي كود ريد، هو قدر انه يقرا. هي ما قدرش، برضه هي كود ماضي كان استطاع، وحطه نوت ريد. هل استطاع؟ كود، برضه هنبدا بكود هي. متى استطاع؟ وين كود. بص، اللي بينطبق على الفعل المساعد في المضارع هو نفسه اللي بينطبق عليه في الماضي. يلا على اللي بعد كده. طيب انا عايز اخليكم تملوا وتعرفوا القاعده، فبالتالي الدنيا حلوه. وانت بص بعرف اعمل جمله وفي. طب خلينا في هاف جود وهاز جود. طبعا هاف جود وهاز جود الفاعل طالما هاف اتقسموا اللي فيه اس دهوت، دايما اقول الفاعل المفرد اللي هو هي وشي وات بيحبوا حرف الاس، هم اللي ياخدوا هاز. وهاف تيجي مع الجمع اي وي يو ذي. خلاص خلصت. يعني عايز اقول هاف جود او هاز جود بمعنى يملك. عايز اقول انا املك، اقول اي هاف جود. نحن نملك وي هاف جود. انت تملك يو هاف جود. هم يملكوا ذي هاف جود. لكن هي او هو هي تبقى هاز جود، شي هاز جود. حلو. عايز اقول هو يملك سياره، او انت تملك سياره. يو هاف جود. هاف جود بمعنى ايه؟ تملك. اكار سياره. يلا يا باشا اعمل لي النفي، اعمل لي سؤال بهل، سؤال بالدبليو اتش. خلاص. النفي فين الفعل المساعد؟ هاف. احنا بننفي هاف اهو. يبقى اقول له يو هاف، تبقى هاف نوت اهي جود اكار، هو لا يملك سياره. سؤال بهل، ابدا بهاف. ايه ده؟ هاف يو جود. بدل هاف مع يو، بدل هاف مع يو. هاف يو جوت كار، هل انت تملك سياره؟ عشان نقول له يس او نقول له ايه؟ نو. طب ماذا انت تملك؟ حط لي هنا وات برضو، وشقلب ده مكان يو. وات هاف يو جوت. بس ماذا انت تملك عشان يقول لك ايه؟ اي هاف جوت كار. تعمل اسئله وتعمل جمل والدنيا حلوه. طيب الفعل هنا لو كان هي او شي كنت بدل هاف جوت كنت قلت هي، عشان هي وشي وات بياخدوا هاز. اقول له هي هاز جوت كار، هي هازنت جوت كار، هاز هي جوت كار، وهكذا. طيب عايز اقول ملكه، بدل هاف جوت وهاز جوت هتبقى ايه؟ هاد. تبقى ايه؟ هاد جوت. ملكه بالانجليزي بدل هاف خلاها ايه؟ هاد جوت. يو هاد جوت كار، انت ملكت سياره. انت ما ملكتش، يو هاد نوت جوت كار. هل ملكت سياره؟ هاد يو جوت كار. ماذا ملكت؟ وات هاد يو جوت. قلت لك اللي بينطبق على الماضي، والماضي من هاف وهاز هاد، زي من الماضي من ويل وود، والماضي من كان كود، والماضي من هاف وهاز هاد. اللي بينطبق على المضارع بينطبق على الماضي. تعال على اللي بعد كده. احنا بنبدأ بالأسهل للأصعب سن. خلاص؟ تعال معايا. جملة الحقيقة أو العادة بنستخدم حاجة اسمها مضارع بسيط. يعني لو الفاعل ده مفرد بنحط للفعل اللي عندي هنا حرف اس. لو الفاعل جمع ما بنحطش حاجة. مثال: الفاعل المفرد اللي قلنا الهي والشي والات، والجمع اللي هو الاي والوي واليو زي، دول بيسموه الفاعل اللي هو الجمع، ودوت المفرد. مثال: عايز اقول له هو يلعب، قلت هي، سواء كانت هي او شي او ات بحط الفاعل حرف اس. هي بلايز مثلا ويل، هو بيلعب ايه؟ كويس، كلام سليم.
خد بالك انا مش عايز اقول هو يستطيع، هو سوف، هو يملك، انا بقول هو يلعب. فبتكلم عن حقائق او عادات. قال لك حط الفعل استخدم حاجه اسمها مضارع بسيط. لو الفعل مفرد هي او شي او ات حط الفعل اس. هنا هي او شي او ات نخلينا فيه بتحط الفعل اس. لو الفعل جمع ما بحطش، يعني مثلا لو الفعل جمع اللي هو اي وي وذوي، زي مثلا انت تلعب يو فما اقولش بلايز، او اقول يو بلاي، مش هحط حرف ايه اس. ويل تلعب جود ده حال. كلام سليم. قال لك لما اجي انفي، خد بالك انا هبتدي انفي دي وانفي دي، لان الهي معاها الشي برضو لو هي نفس القصه. اليو معاها الوي ومعاها الاي ومعاها الزي، اللي بينطبق على اليو بينطبق عليهم. طيب دي يا باشا لما تيجي تنفيها بلاي مش هينفع اقول بلاي نوت، لان بلاي هنا فعل ايه؟ اساسي. قال لك تتنفي يا بدونت يا بدازنت. المفرد ينفى بدازنت والجمع ينفى بدونت طالما انت جبت الفعل الاساسي. الفعل الاساسي هنا اروح انا اجي انفى الجمله ديت، اقول له بص اقول له هي، احط هنا هي تنفى بدازنت، واروح حاطط بلاي اشيل الاس بقى عشان الداز جت بالاس بتاعتها. هي دازنت بلاي، هو لا يلعب كويس. طب انفي ديت، طبعا بلاي فعل اساسي، هي بلاي هنا من الافعال المساعده عشان انفيها؟ لا. طيب طالما ما فيهاش اس يبقى تتنفي بدونت، يبقى يو دونت بلاي بس خلاص. تمام؟ ولا اجمل ولا احلى من كده. يبقى اذا بتتنفي بدونت وبتصل. طيب سموها جمله الحقيقه او العاده. طيب تعالى بقى معايا، انت هنا عرفت تنفيها. طب انا عايز اعمل سؤال بهل وعايز اعمل سؤال بالدبليو اتش. قال لك سؤال بهل ابدا بالفعل المساعد. طبعا طالما هنا ما فيش فعل مساعد، الفعل المساعد اذا كنت بتنفي بدازنت يبقى الفعل كان مساعد مين؟ كان اصله كان داز. كان اصله مين؟ داز يمين يدو. تعمل بهم سؤال مين؟ هل او سؤال الدبليو ايه اتش. طيب هنا الفعل طالما في اس يبقى كان الفعل المساعد عندي مين؟ داز. داز هي اللي هتيجي مكان مين؟ هي. اقول له داز هي واجيب المصدر بلاي عشان داز جت بالاس بتاعتها. داز هي بلاي، هل هو يلعب؟ عشان اقول له يس او نو. طب ماذا هو يلعب؟ اقول له وات برضه وحط داز مكان ايه؟ وات داز هي بلاي. كلام سليم. تهت مني. طيب مثال كمان على الجزئيه دي، يلا ولا يهمني. عايز اقول انت تلعب، اقول له يو. انا ما قلتش انت تستطيع ولا انت استطعت ولا انت سوف. يلعب بلاي. خلاص انت تلعب، ادي جمله كده زي الفل قوي. يو ديت سواء كانت الفاعل جمع، طالما يو او اي هنا الفاعل، بص الجمع ما بنحطش اس، مش هنحط البلاي اس سواء كان اي او وي او ذي. طب الفعل المساعد هنا يبقى ايه؟ حاجه من الاثنين، يا دو يا مين؟ يا داز. مين اللي بياخد الداز اللي فيها الاس؟ اللي قلنا الهي والشي والات هم اللي بيحبوا حرف مين؟ الاس. طيب يبقى الفعل المساعد هنا طالما الفاعل يو يبقى الفعل المساعد مش داز، الفعل المساعد مين؟ دو. طيب عايز انفي اقول له يو، دي النفي اهو. الفعل المساعد بيتنفي كان هنا دو، يبقى ننفي هنا بايه؟ بدونت بلاي. طب عايز اعمل سؤال بهل ابدا بالفعل المساعد، المفروض هنا كانت دو، يبقى ابدا بيها في الاول دو يو بلاي عشان اقول له يس او نو. ماذا تلعب؟ يبقى او اين تلعب؟ وير دو يو بلاي. خلص الكلام. طيب عايز اقول له، طيب معايا تاني عشان خاطركم، عايز اقول له انت لعبت، يو بلايد. حلو. يو بلايد برضو انت برضو لعبت، ما تقولش تستطيع او استطعت، يبقى الفعل المساعد فين؟ ده بلاي دي اساسي. قال لك طالما ما فيش فعل مساعد احنا قلنا يبقى الفعل المساعد يا دو يا داز، ماضي يا ديد. قلنا لو انت بتتكلم في مضارع يبقى دو يا داز، داز مع الهي والشي والات، دو مع الباقي. اما في الماضي الفعل المساعد ما فيش ديد مع الضمائر السبعه كلهم. هنا يو بلايد دي ماضي يبقى الفعل المساعد هنا كان مين؟ كان ديد. حلو زي الفل. طيب اعمل انفي بقى، يبقى يو وديد تبقى ايه؟ ديد نوت او ديدنت. وطالما ديد جت يبقى ما فيش داعي للنفي، يبقى ديدنت ايه؟ بلاي. طيب سؤال بهل ابدا بديد بدل، يبقى ديد يو بلاي. هل انت ايه؟ تلعب عشان اقول له يس او نو. ما انت هل انت لعبت؟ ماذا لعبت؟ يبقى وات ديد يو بلاي عشان اقول له اي بلايد فوتبول.
الموضوع سهل، انت ما تصعبوش على نفسك، كله قاعده واحده. طيب ده كله كلام سهل واتكلمنا فيه قبل كده. طيب ركز معايا. جمله الامر والنهي، الجمله دي جميله قوي. لما تيجي تؤمر واحد ابدا بالمصدر، يعني ابدا بالمصدر بس نهيته. دي جمله الايه؟ الامر. عايز النهي حط دونت زائد المصدر اللي هو ده. مش فاهم؟ هتفهم. عايز اقول له العب تنس، بقول له بلاي تنس. كل رز ايت رايس. اذهب الان جو ناو. ركز معايا، طالما بدأت بالفعل مفيش هنا فاعل يبقى يتحول. دي مش يلعب العب، ودي مش يأكل كل، ودي مش يذهب اذهب. ده اسمه ليه؟ الامر، ان انا بدأت بالايه؟ بالمصدر. طب عايز اقلبها نهي، قال لك سهله، حط قبلهم ايه؟ دونت. حط قبلهم ايه؟ دونت. عايز تقول له لا تلعب تنس، دونت بلاي تنس. لا تاكل رز، دونت ايت رايس. لا تذهب الان، دونت جو. حلو، بس خلاص خلص. يعني عايز اقول واحد شاهد التلفزيون، ابدا بالمصدر، ما اقولش واتشنج او واتشز او واتشد، لا واتش تي في. سافر الى باريس، مثلا ترافل تو باريس. ترافل بدات بيها، سافر. طب انهاه، المصدر حط قبله لا تشاهد التلفزيون، دونت واتش تي في. لا تسافر الى باريس، دونت ترافل تو باريس. الامر ابسط مما تتصور. طيب الجملة الوصفية. الجملة الوصفية لما اجي اقول لك مثلا I good، انا جيد. he علي. we in Cairo. she there، هي هناك. مثلا I 10 years، أنا 10 سنوات. ركز معايا، الجملة الوصفية اسمها وصف ليه؟ لأن بتتكلم عني، دايما بحط صفات عني. الجملة الوصفية ديت كده غلط، كل الجمل دي غلط. احنا قلنا الجملة فاعل بعدها ايه يا باشا؟ فعل. ركز هنا ان الجملة هنا في كل اللي فات، معذرة، في كل اللي فات كان معايا فعل. يعني مثلا بقول مثلا I will سوف فعل، I can فعل، I have فعل أملك، I play فعل، don't play في فعل. لكن الجملة ديت I good، ده good دي صفة جيد، علي ده اسم، في ده حرف، there ظرف مكان، 10 رقم. فين الجملة الأساسية إن أنا لازم يجي معايا فعل؟ مفيش فعل. قال لك اللي يحل المشكلة دي بقى عشان الجملة يبقى فيها فعل، الفيرب تو بي اللي هو يا ام يا از يا ار. طالما الجملة الفاعل جه بعده صفة أو جه بعده اسم أو جه بعده حرف أو جه بعده ظرف أو جه بعده رقم، أوتوماتيك وأنت مغمض تحط يا ام يا از يا ار. ام بتاعت لو الفاعل اي، از لو الفاعل مفرد اللي هو الهي والشي والإت، ار لو الفاعل جمع اللي هو وي وزي. اي هنا تاخد مين؟ ام، الجمله بقت صح. هنا تاخد ايه؟ از، الجمله بقت صح. وهنا تاخد ار ان كايرو، الجمله بقت صح. شي تاخد از ذير، هي تكون هناك، صح. اي ام 10 years old، زي الفل، والجمله بقت تمام ومفيش عندي كده اي مشاكل. طيب عايز اقول هو جيد، قلت هي جود، صح. قلت ما ينفعش وراها صفه، لازم نحط فعل، بنستخدم الام والاز والار. الهي از، وتسمى الجمله الهي الوصفيه او الاسميه. طيب عايز تنفي، النفي دور على الفعل المساعد. هي نفي اهو، هي از نوت جود. طب عايز اعمل سؤال بهل، ابدا بالفعل المساعد اهو، هنبدا بيه. نقول له مثلا از هي جود، هل هو جيد؟ كيف هو جيد؟ هاو از هي جود، از هي جود. بس خلاص خلص الكلام. والله ولا اجمل ولا اسهل من كده. تعال معايا على اخر حاجه،
جملة الإلزام. بص يا باشا، الإلزام عبارة عن هاف وهاز. هتقول لي مش دي يملك، لا هنحط وراها تو، وهاز وراها مين؟ تو. وهنا بقى يجي وراهم ايه؟ فعل. معلش ماشي فعل. وهنا ايه؟ فاعل. طبعا ان الهاف مع الجمع اللي هو الجمع اللي هو اي وي ويو زي، الهاف مع الهي والشي والات اللي هو الايه؟ المفرد. هاف تو هاز تو هنا معناهم يجب ان، مش يملك، لا طالما جت تو يجب ان. يعني مثلا ايه؟ هو يجب ان يذاكر، اقول له هي بتاخد هاف ولا هاز؟ هاز، يبقى هي هاز تو ستادي، هو يجب ان يذاكر. بس هنا النفي بقى ما اقولش هافنت او هازنت. النفي هنا لو الفاعل مفرد بنفي بدونت، لو الفاعل جمع بنفي بدازنت. معلش، لو الفاعل مفرد بنفي بدازنت. يعني هي برضو نفس القصه اللي كانت هنا، عشان هنا هاز تو لما راحت مع تو بقى معناها يجب ان، ما بقتش فعل مساعد. يبقى هنا لما عايز انفي اقول له هي بتتنفي بدونت ولا بدازنت؟ بتاخد داز، يبقى هي دازنت او هاف تو ستادي. طب جت هاف ليه؟ لان داز لما بتيجي بتجيب المصدر، والمصدر من هاف وهاز هاف. خلاص يبان ان هي، لا انت راجع الفيديو هتظبط معاك. طيب سؤال بهل الفعل المساعد، طبعا احنا قلنا طالما نفينا بدازنت يبقى الفعل المساعد يا دو يا مين؟ يا داز. هي بتاخد مين؟ داز، يبقى الفعل المساعد بداز، يبقى داز هي هاف برضو مش هاز، هاف تو ستادي. هل هو يجب ان يذاكر؟ ماذا هو يجب ان تذاكر؟ تحط هنا ايه؟ وات. الفيديو جميل وسهل وحلو وبيبسط لك الدنيا قوي قوي قوي. راجع الفيديو مره واتنين وصدقني هتستفاد جامد جامد. ولو حاسس ان في مشاكل الفيديوهات، تابع السلاسل اللي عندي، هتلاقي اللي هي الجمل الشائعه، وهتلاقي ازاي تجاوب اي سؤال واي جمله، وازاي تعمل اي سؤال واي جمله. انت مش هتبقى محتاج حاجه. وفي نهايه الفيديو ما تنسوش الاعجاب بالفيديو ومشاركه الفيديو عشان يستفيد اكبر عدد من الناس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.